بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، النهارده هوريكم نفرز ورق العنب ازاي. بس اهم حاجه نبدا الاول بالصلاه على النبي كده ان شاء الله ونقول بسم الله. لازم اهم حاجه احنا في الوقت اللي هينزل لكم في الفيديو ده، هو ده الوقت اللي تخزني فيه ورق العنب. يعني اول ما بيطلع بيبقى غالي جدا والموضوع بيبقى اوفر، يدوبك تهدي كده على نفسك شويه وبعد كده تقومي تشتري قبل ما ما تستنيش لاخر الموسم عشان الورق بينشف شويه، او بمعنى صح يعني بيبقى جامد. هتجيب الورق زي ما هو كده اهو. انا شايلاه حتى بقاله كام يوم في التلاجة، بس يعني مستحسن ما تسيبوش لما يبقى يعني اول ما تجيبيه تعملي قبل ما تحطيه في التلاجة ويبقى فيه عرق زي كده. هنبدأ معاكم اول حاجة اهو. تمسك العجول ده كده تشيليه اهو، وهنشيل بقى كل العجول ده كده اهو. المقص حاجة بمنتهى السهولة اهو. وتختاري الورقة، وانت بتختاري الورقة تبقى الورقة خضرة كده وصبية وحلوة، وما تكونش مصفرة ولا تكون وما تنقيش اللي هو ورق بيبقى كبير زيادة عن اللزوم ده، ما بتبقاش حلوة. الورقة اللي هي الصغيرة بتبقى حلوة، واللي هي بتاعت العنب البناتي. يعني هوريكم حاجة، يعني شايفين الورقة دي تحس ان هي يعني شيخة شوية بنظرك انت بقى، دي هستبعدها خالص، مش هعملها اصلا لما الورقة بقى. بصوا الفرق بين الورقة دي، شايفين؟ اظن يعني يا ريت اكيد واضح اهو. بصوا شايفين الفرق بين الورقة دي والورقة دي. الورقة دي حلوة صغيرة وصبحة وحلوة، دي شيخة شوية بتبقى فخر هتستبعديها خالص، ما تشتغليش بيها اهي. وهتبدأي تحطي كده اهو. هو ده الوقت المناسب لتخزين ورق العنب، فيلا بسرعة كده قومي شطري. لو انت من عشاق ورق العنب زي توتو بنتي، تبدأي بقى تجيب ورق العنب دلوقتي. وطريقة تخزينه سهلة جدا جدا جدا، ما فيهاش اي اختراعات ولا محتاجة مكونات ولا محتاجة اي حاجة. هوريكي دلوقتي، بس اهم حاجة شايفين برضك نفس القصة زي الورقة التانية. مش عجبانك خلاص ما اعملها. وانت بتشتغل الورقة اللي هي مش داخلة دماغك ما تعملهاش. هنعمل كل ده كده اهو. الورقة الصغيرة بتبقى حلوة جميلة وفيها مزازة. ولو انت عارفة حد بقى انت متعودة ان انت تجيبي من ورق العنب تمام، ما فيش مشكلة، يبقى احسن واحسن. هنشيل العنب ده خالص بدل ما نرجع نشتريه يعني متخزن بتجيب البرطمان، يعني ما بيعملش طبخة واحدة. بيبقى طبعا كنت جايباها يعني ايام زمان بقى، كنت جايباها ب50 جنيه. دلوقتي طبعا مع زيادة الاسعار اللي احنا فيها ديت هيعدي طبعا. طب واحنا ليه الورق العنب بتتشري اهو في السوق؟ اشتري بقى وخزني، وحاجة مش محتاجة اي حاجة اهو. ده كل اللي احنا هنعمله اهو. انا كده اشتغلت وخلصت كل انا في تاني في الكيس، بس انا بوريكم يعني وكنت في الهايبر يوم الوقفة بصراحة كان فيه دي مش حلوة، كان فيه هناك كان الورق العنب، بس انا بصراحة ما كنتش يعني بس كده احنا عملنا الورق. هنعمل تاني بقى اهو. بصوا هتمسكي الورق كده تبدأي بقى تصفيه فوق بعضه كده، وتحاولي يعني بصي تحاولي ان انت تاخديه زي ديجراديه كده اهو، عشان احنا هنعمله زي ما كنا نايمين على بعض صف كده. ده بقى تاخديه بقى وانت قاعده كده قدام التلفزيون، تبدأي تتسلي فيه وتشتغلي فيه وتخزنيه ماشي. طب هتقولي لي انت بتعمليه اهو. المفروض اصلا بصوا شايفين الورقه دي المفروض تخلي الورقه الكبيره على بعض والصغيره على بعض، خلي دي هنركنها على جنب نشتغل بقى تاني.
الواحدة. وطبعا تبقى حتى الورق كله نفس الايه، يعني ايه زي بعض، يعني ايه كده نفس الاتجاه مع بعضه كده. يعني انت عملت كده اهو ماشي. انا كده ايه صفيت اهو. هتقوم عامله ايه بقى؟ بصوا بصوا شايفين؟ بصوا بقى انا ماسكاها بقى كده لفاه. انا عامله كده بقى لفه صغيره خالص، انت بقى تكبري تصغري بحاجات ايه ترجع لك. واهم حاجه نكون عندنا معانا ايه اتكاس التلاجة دي او الاستريتش، اللي هو الاستريتش ده، بس انا ما عنديش دلوقتي يعني. بس طبعا الورق عندي عاوزه افرزه، فما ينفعش يقعد اكتر من كده، لان انا بصراحه كان المفروض يتعمل قبل كده. يعني اول ما تجيبيه تقعدي تغسلي فيه، تحاولي تلفيه زي ما انت شايفه كده. طبعا اللفه دي بالنسبه لي كده صغيره خالص اهو. بصوا انا بوريكم بس الفكره للبنادات اللي هي لسه متجوزه جديد، عشان ايه وبعد ما اخلص كل الكميه هوريكم. بصوا دي مثلا كميه صغيره اهي اهو. هتقومي عامله ايه بقى؟ تحاولي بقى تفردي بقى كل الهوا فيها مع دي حاساها كده ملهاش اي 30 لازمه اهو، عشان الحاجه تبقى قدامكم يعني ايه باينه. وهتلفي بقى كده اهو. انا لسه هحط فيه الكيس ده تاني، مش دول بس، يعني مش هاخد الكيس على دول بس انا بوريكم بس الفكره، عشان ايه هقعد انا بقى اكمل الباقي عشان مطولش عليكم الايه الفيديو. هتقومي بقى عندك بلاستر هتلزقي، استك فلوس هتلزقي زي ما انت عايزه ماشي. وبيحط كده في الفريزر، وبتيجي لما بتيجي تطلعيه تقوم جايه عامله كده فكه الكيس كده، وهتقوم جايه واخده الربطه اهي. طبعا هي زي ما هي هتسقطيها وهي يعني مفرزه متلجه في قلب الميه اللي بتغلي اللي فيها ملح وليمون. هتقومي يعني مش اكتر من كده، بس ما تخرجيش ورق العنب يفك. ورق العنب ما يفكش، لازم تخرجيه من الفريزر على الميه على طول علشان يبقى حلو معاك. وهما دقيقتين 3 في قلب الميه هتلاقيه هي بدأت الورقة كلها تفك بقى لوحدها، وتشتغلي بيه وتغسلي بقى تحت ميه جاريه كده في الحنفيه في مصفى، وتشتغلي بيه تحشي وتبقي انت وفرتي كده. يلا كملوا بقى معايا الفيديو، وهشوف اوريكم بعد ما اخلص الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم. بصوا انا حبيت ان انا اوريكم يعني ايه كمان مره اهو. بصوا الورق مرصوص فوق بعضه ازاي اهو، طولي بقى كده اهو. هبدأ انا رصيت على قد الكميه بقى اللي انت عايزاها. مثلا انا عملت واحده اهي، واحده ولفهم بالاستك. هوريكم بقى كمان واحده اهو. بصوا وتحاولي وانت بتلفي يعني ايه تضغطي كده، ولا اهم حاجه الورق ما يجيش عليه نقطه ميه واحده، ولا تقول بقى هغسله عشان العفره ولا حاجه. وكده كده انت لما تيجي تسلقيه التراب بينزل في الميه اللي بتغلي، اللهم صل على النبي، ولما بتيجي تشطفيه فكده كده هيتغسل معاكي بقى. يستحسن بقى لو معاك استك الفلوس دي بقى اهو اهو. فكرته حلوه بصي نشوف اللفه الحلوه بجد. 3 لفات معاهم اهو. شويه ده كنت جايبه نص كيلو، في شويه هعمل لهم طبق صغير كده، ودول بقى اللي هم طلعوا. بصوا تعملي ايه بعد كده بقى؟ عايزه في كيس التلاجة، عاوزه تحطي كل واحده في كيس لوحدها زي كده براحتك، عاوزه تحطيهم كلهم مع بعض بس لازم تعملي بيناتهم ايه فاصل اهو. بصوا كده انا دخلتهم اهو
وتبدأي بقى ايه يعني ايه تعملي كده وتخرجي الايه كده، تخرجي الهواء في اليمين اهو. بصي اهو بقى تخرجي الهواء اهو. عندك بلاستر يعني ايه قافله بيه، ما عندكيش هتجيبي بردك نفس الاستيك زي ده كده اهو. تحاولي بس ايه تخرجي الهواء على قد ما تقدري. اهو وترميها بقى في بالشكل ده كده، وترميها بقى في الفريزر. لا ميه ولا تسلقي ولا ليمون ولا زيت ولا اي حاجه اهو. زي ما انا جايباه من عند الخضري اهو، من عند الخضر اللي بيبيع ورق العنب، زي ما انت جايبه. تقعدي تظبطي نفسك كده وتلفيه وتشيليه بقى في الفريزر زي كده. تطلعيه هتقوم جايه دوبك فكاه اهو. اوريك ازاي تطلعيه وتستعمليه اهو. طبعا انا مش مفرزه بقى حاجه، كنت اوريكم حاجه عملي يعني وكده، بس يعني هتقوم جايه فاتحه الكيس كده، وتقوم جايه شايله الاستيك، وتقوم جايه مسقطاها زي ما هي كده في قلب الميه اللي بتغلي، وخلاص على كده. واستنونا بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم.